إخوان كاذبون للسلطة والقوة كالكلاب ماضون حتى ولو فوق الرؤوس يدسون. رؤوس من أتى بهم وفتح لهم السجون وجعلهم يحكمون. الإعلان الدستوري أو الإعلان الإلهي اللي بيقول إني ربكم فلا تجادلون ولا تعترضون. هي دي طبيعة الإعلان الإلهي اللي خرج علينا بيه رئيس مصر محمد مرسي، اللي معظم اللي انتخبوه بالليمون. دلوقتي جاي بيقول أنا ديكتاتور، أنا فرعون، أنا ربكم فلتسجدوا. هو ده اللي بيقوله رئيس مصر محمد مرسي. كتير قوي من الناس البسطة بيقولوا ليه احنا معترضين على القرار الإلهي ده المسمى بالإعلان الدستوري. هقول لكم وهنشوف كمان مع بعض احنا ليه معترضين ومش ساكتين ومش هنسكت. اولا، تحصين الرئيس للجنة التأسيسية. تحصين الرئيس للجنة التأسيسية، لجنة تأسيس الدستور، اللي انسحب منها معظم القوى السياسية وما تبقاش فيها غير إخوان أو سلفيين. وطبعا كلنا عارفين إن من هم إلى هم لا تحزن فالهم كبير. بمعنى أصح إن هم هيفصلوا دستور يخدم مصالحهم ويجي عليكم انتم وعليا. دي واحد. اتنين، مجلس الشورى اللي اتحصن، مجلس الشورى اللي كله اخوان، اللي اساسا ملهوش اي دور تشريعي او رقابي او اي دور كان، الا حاجة واحدة بس، انه بيقبض كل شهر مئات الالوف من ضرائب الشعب المصري الغلبان، من عشاء عم محمد اللي ما تعشاهوش، وفطار عم جرجس اللي ما فطرهوش، من قميص عم علي اللي كان عايز يشتريه لابنه عشان يروح بيه الكلية بس ما معهوش. تالت حاجة، تحصين قرارات الرئيس ضد المساءلة أمام أي جهة أيا كانت. تقدروا تقولوا لي تضمنوا إن بكرة يصدر قانون طوارئ جديد أو قانون طوارئ باسم جديد أو أحكام عرفية أو إعلان الحرب على مكان ما؟ بيتهيألي إن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة. بيتهيألي إن فرعون ليه بيتفرعن؟ عشان ما بيلاقيش حد يقف قصاده. مفيش حد فوق القانون. الكل من أول البواب أو الغفير أو ماسح الأحذية لغاية الرئيس لازم في أي دولة محترمة ديمقراطية يخضع للقانون ويحاسب إذا أخطأ. بتتحسب لإيه يا ريس؟ وبتحصن قراراتك عشان تعمل إيه؟ عشان تودينا لإيه؟ هتقولوا لي نديله فرصة، وفي ناس بتقول نصدقوه وساعتها نبقى نطلع زي النغمة اللي ماشية كتير. طيب نشوف مع بعض تاريخه معانا هو والإخوان، وده جزء على فكرة بسيط من التاريخ في مخالفة الحقائق وفي الكذب وفي الضحك على المصريين، ونرجع نتكلم تاني مع بعض. أذكر أيضا بأن المعاملات الربوية ماحقة. أموال التأمين والمعاشات مع الوزير
وتدفع الحكومة للصندوق وتاخد من بنك الاستثمار بفائدة 10%. معالي الوزير، هذا هو الربا بعينه. شكرا وبناء عليه. هذا هو الربا بعينه. لذلك انا بقول في الاخر بناء عليه يمحق الله الربا ويربي الصدقات. اصل الاضطرار معناه يا جماعه الا ما اضطررتم اليه، اللي بيتكلم بالدين يتكلم بحكم شرعي مضبوط. الاضطرار معناه انك اذا تعرضت للموت من الجوع تاكل الميته، اي وربما للعطش تشرب الخمر. اما عدم وجود بالنسبه للصرف الصحي، سنموت سنقتل فأنا وأجدادنا من غير صرف صحي، فهذا ليس اضطرار يا إخوان. لكن احنا بنجيب القروض وبناء عليه. شكرا سيادة النائب. بعد رسالتك وصلت. أنا كنت نائب في برلمان 2005، وحين عرضت علينا أول اتفاقية، أول قرض فيه اتفاقية، قلت كلمتي النهائية ولم أتراجع عنها حتى الآن. قلت أي اتفاقية بقرض آليت على نفسي ألا أوافق عليها أبدا. وأنا ملتزم بهذا الوعد منذ ذلك التاريخ وحتى الآن. يقول ربنا سبحانه: يا آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وذروا ما بقي يعني من جذوره، اقتلعوه من جذوره، قليلا كان أو كثيرا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وللإمام مالك كلمة مشهورة في هذا المعنى، يقول: لو أعطى إنسان لآخر مالا على أن يرده إليه بزيادة حبة قمح كان ربا. والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. عمل بالربا هو محارب لله ورسوله. ربنا يقول: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. عارف ان ده حرام، بس ما كانش عارف ان المسألة تصل الى ان ربنا سبحانه وتعالى بيحارب الشخص الذي يتعاطى الربا. من له قبل او طاقة بحرب الله عز وجل او بحرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجاي تقول الربا حلال، جاي تقول يجوز الاقتراض بفائدة سواء من الناس ولا من... إذا كنا بنأخذ قرض من جهة من الجهات أو من دولة من الدول وفيه فترة سماح 10 سنين، أحيانا 13 سنة، وبعضها 20 سنة، وصندوق النقد الدولي 39 شهر، يعني حوالي 3 سنين ونص. بعدها نبدأ في السداد، وبعدها يطبق موضوع نسبة خدمة الدين 1.1%. أهذا ربا؟ هل هذا قرض جر نفع؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ايه رأيكم في موضوع القرض؟ حرام قبل السلطة وحلال بعد السلطة. والرئيس بيقول قرض بنسبة فايدة 1.1%. هذا يسمى ربا؟ نعم يسمى ربا يا رئيس. لو 1/100 يسمى ربا. دي 1. اللي شفناه ده جزء.
تعالوا بقى نشوف دم الشهداء راح فين. وذاك سأعمل معكم في كل لحظة من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة. لن أتهاون في حق من حقوقها أو حقوق شهدائها. كما وعدتكم دماء الشهداء والجرحى وعنات المصابين، القصاص لهؤلاء دين في رقبتي. ياه، دمهم في رقبتي، دمهم في رقبتي. انت اللي قلت كده، طب عملت ايه؟ قضت محكمة جناية بورسعيد ببراءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في بورسعيد، والمتهم فيها مدير أمن بورسعيد الأسبق اللواء صلاح الدين جاد أحمد وثلاثة من القيادات الأمنية بالمحافظة. ببراءة 13 ضابطا وأمين شرطة من تهم قتل 6 والشروع في قتل 18 آخرين خلال المظاهرات السلمية التي خرجت في الشوارع والميادين يوم جمعة الغضب بمركزي كرداسة وإمبابة، ورفضت الدعوة المقامة ضدهم. يوم الصدمات، صدمة في أوساط عائلات المتظاهرين والشهداء بعد حكم المحكمة اليوم بتبرئة جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم السيدة زينب. كله طلع برا، حتى المشير وعنان راس الحربة في الثورة المضادة، قادة الثورة المضادة قتلت اخواننا. شوفوا عملوا ايه فينا، وشوفوا هو عمل معاهم. كما وعدتكم دماء الشهداء والجرحى وعنات المصابين، القصاص لهؤلاء دين في رقبتي. كما وعدتكم دماء الشهداء والجرحى وعنات المصابين، القصاص لهؤلاء دين في رقبتي. كما وعدتكم دماء الشهداء والجرحى وعنات المصابين، القصاص لهؤلاء دين في رقبتي. كما وعدتكم دماء الشهداء والجرحى وعنات المصابين، القصاص لهؤلاء دين في رقبتي. كما وعدتكم دماء الشهداء والجرحى وعنات المصابين، القصاص لهؤلاء دين في رقبتي. كما وعدتكم دماء الشهداء والجرحى وعنات المصابين، القصاص لهؤلاء دين في رقبتي. كما وعدتكم دماء الشهداء والجرحى وعنات المصابين، القصاص لهؤلاء. مبروك. ده التقدير ده يعني الشعب المصري كله وليس من الرئيس فقط. أتمنى لك التوفيق وللأسرة والأولاد، وما قدمته لوطنك وبلدك
يستحق تقدير، وهذا مجرد يعني رمزية التقدير. ربنا يوفقك إن شاء الله إن شاء الله. دلوقتي زعلانين إن إحنا بنثور ضد الظلم والطغيان. طب شوفوا الرئيس نفسه قبل ما يمسك الحكم طلب من شعبه إيه؟ اللي يجي وما يحترمش القانون والدستور الشعب هيثور ضده. انا عايز الشعب يثور ضدي على طول لو انا ما احترمش القانون والدستور. انت اللي طلبتها يا دكتور مرسي. اذا خالفت القانون ثوروا ضدي، واحنا دلوقتي بنثور ضدك عشان انت خالفت القانون حطيت نفسك فوق القانون وفوق البشر، أعطيت نفسك صفة إلهية. القرآن هو وحده الكلمات التي لا نجادل فيها، القرآن فقط. أما أنت فبشر تخطئ وتصيب.